الهائرين ضياؤه وفي الحسر دل للمرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمتان بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأوه فلله ما للعين من مشهد تلا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا نازها عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواهي نداؤه أجب من ملا كل النواهي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامض فيه فؤاد ما يهوى الهوى ويشاؤه فيا رب شربني برؤية سيدي واجد صدى القلب الكثير صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله ما حبت الصبا وما أترب الهادي فطاب هداؤه ما لي والأسهاب ما قال منسد والنور ياد الهائرين ضياؤه الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم بفضل التعليم العلم وبذله اعلم أن من أجل ثمرات العلم وفوائده تعليمه وبذله للناس فذلك من أفضل القربات الموصلة إلى أرفع المقامات ويكفي في شرف ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال عيسى عليه الصلاة والسلام من تعلم وعلم يدعى عظيما في ملكوت السماوات فينبغي للعالم أن يعمل بعلمه أولا ثم يعلم غيره لكي ينتفع ذلك الغير به فيبقى له الأجر ويستمر له الثواب ما دام ينتفع بعلمه إلى يوم المعاد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يخلق المؤمن من علمه وأمله وحسناته بعد موته علما علمه ونصره. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال بعض المحققين إذا تأملت الحديث المذكور وجدت معانيه الثلاثة موجودة في معلم العلم. أما الصدقة
وإقراؤه إياه وإفادته. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم وصل وحده من يتصدق على هذا أي بالصلاة معه لتحصل له فضيلة الجماعة. ومعلم العلم يحصل للطالب فضيلة العلم التي هي أفضل من صلاة في جماعة وينال بها شرف الدنيا والآخرة. وأما العلم منتفع به فظاهر لأنه كان سببا لإيصال ذلك العلم إلى كل من انتفع به. وأما الدعاء الصالح له فالمعتاد المستقرأ على ألسنة أهل العلم والحديث قاطئة من الدعاء للمشايخ وأئمتهم. وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم، وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند. فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الحث على سؤال العلماء العاملين. قال الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه الآية الكريمة جمعت بين الحث على التعلم والتعليم والأمر بالتفقه في الدين القويم. وقال الله جل ذكره في الحث على سؤال العلماء العاملين فيما أشكل على الإنسان من أمور الدين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الشيخ الإمام عبد الله بن علوي الحداد نافع الله به السؤال مفتاح يتوصل به إلى ما في الصدور والقلوب من معاني العلوم والأسرار الغيوب. فكما أنه لا يوصل إلى ما في البيوت من الأمتعة والنفائس إلا بالمفاتيح المتخذة من الحديد والخشب، وكذلك لا يوصل إلى ما عند العلماء العارفين من العلوم والمعارف إلا بالأسئلة المتخذة من طلب الاستفادة مقرونا بالصدق والرغبة وحسن الأدب. ثم ذكر عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله أنه كان يبادر بالرحيل من كل بلدة دخلها ولم يسأله أحد من أهلها عن شيء من العلم ويقول هذا بلد يموت فيه العلم. وكان الشبلي رحمه الله إذا جلس في حلقته ولم يسأله أحد يتلو قوله تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم خزائن مفاتحها السؤال ألا فاسألوا فإنه يؤجر فيه 4: السائل والعالم والمستمع والمحب لهم. وورد مرفوعا حسن السؤال نصف العلم. فعلم مما مر أنه يتعين على كل من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم العلماء العاملون الناصحون لله ولرسوله ولعامة المؤمنين، وليحذر من أن يسأل عن دينه من ليس بهذا الوصف من العلماء ممن يطلب بعلمه الدنيا ويتخذ مسيدة وشبكة لجمع حطامها. فاحذر منه وفر فرارك من الأسد فإن ضرره عليك أكثر من نفعه لك، لأن من لم يؤمن على دين نفسه فكيف يؤمن على دين غيره. فافهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان محمد بن سيرين ومالك بن عناس رحمهم الله يقولان هذا العلم الدين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وقال سيدنا الكتب أحمد بن زين الحبشي رضي الله عنه علامة العالم المؤمن من تريد أخذ دينك عنه أن يكون خائفا من ربه، وعلامة خوفه ظهوره أي الخوف في أعماله
فمن رأيت عليه هذه العلامة فخذ دينك منه وقلده في جميع ما جاء به، وإن لم تجده هكذا فدعه ولا تقتدي به، ولكن لا تسيء الظن به لكون لم ترى عليه الخوف الذي هو شرط العلم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولا تقطع بحلاكه لشهودك فيه قلة الخوف، فإن الله عز وجل لم يؤته العلم ويرد حوانه وإضراره بالعلم. وأيضا فلا يعرف كون العالم لم يعمل بعلمه إلا عالم آخر، لأن القاصر لم يعلم حقيقة العلم حتى يحكم بوجوده وعدمه، فلا يصح ولا يقبل منه الإنكار بحال. وأيضا فلا يصدق عالم في عالم آخر إلا إن كان عالما وارعا تقيا ولم يكن قصده إلا النصح لله والمسلمين، فحينئذ يصدق في عالم آخر. انتهى. والله أعلم. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salatul jasadiru wal khair wa anallahu yaghfir lana wa walidina wa li masyayikhina wa li alimina al-jumlatin khususan al-mar'at khususan ila ruh al-habib Ali bin Muhammad al-Habsyi sahibil maulid thumma ila ruh wa walidina wa masyayikhina wa alimina al-jumlatin al-islam thumma ila al-marhum Habib Muhammad bin Abdullah al-Habsyi annallahu yaghfir lahu wa yarhamhu wa jannah wa walidayhi wa jami'il muslimin wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ajarakumullah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashraf badrin fil kauni ashraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad akrami da'i yad'u ila al-haq. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وعسدا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالصفاء والوفاء تحلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل محمد، يا ربي يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه
وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم فضلا من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الوادي برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائز المنات ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل حبيبه الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشر الأثر شرفه في عوالم الحدث والغيوب وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من هدوة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحبوب وتأثرت بوجودها أكناف الوجود وتراضت برد العوالم باتخاذ تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجليا قرب بانتشار فضله في القريب والشاشع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكسرة الترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلبه نيب إلا من صوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الآن ما نوالا. يا لقلب سروره قد توالى بين
وتناهى في مجده وتعالى يا لقد قلبي سرور كتعالى بحبيب أما الآن ما نوى لحظاته العيون في ما اجتلته بشرا كاملا يزيح الدلالة يا لقلبي سروره قد تولى حبيبي أنا ما نوالا وهو من فوق علمي ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلب سرور تولى بحبيب الأمال أنا ما نوالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهر في تأكل المعاني الجنان انتشر منه في ألم البطون والزور ما ملأ الوجود خلقي النور فتبارك الله من إليه كريم بشرت آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجته هذه بشارة وتنقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تؤرب بها اللسان أما تضمه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قائد وتلوه على الأهل اليقين من شر ذلك الإذعان وتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة إن تشرى سرها في بحره والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيه ذات الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه راية الإقبال صلاة يتصل بها المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيا أزل الشرى
في أصله بوده وحبه ما أطار الأكوان بنشر ذكراكم نسيم اللهم صل وسلم شرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور الأسرار تخصيص للبشر الكريم بتقديم والتكريم نفذت القدرات الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال المشهود بالعين هاوي لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب الدمة إلا وتمت عليهم من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه الله عليه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة البشر لا كالبشر ونورا هيار الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بأسر معشر أوصاف ذلك الموصوف تصويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تغرب الأقلام عن شؤون الخير الأنام ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف مخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت غايته في الكون المنشورة على المر الأيام والشهور والسنين التألق بهذه الحضرة الكريمة ولا التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به متكلم وسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروهان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه لنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا سنة أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم
ومنه تفارع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل العشاء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل العشاء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلا من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب العبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشياؤها بمؤونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتصر فيه آثار مجد السمير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن ذلك به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يشبه يمشي في سرور وابتهاج بقربه ظهور إشراق هذا السراج، والعين متشوفة إلا بروجه متشوقة إلا ذكات جواهر كنوزه، وكل دعوة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام، ولم تزل الأرض والسماوات متدمقة بأجر الفرح بملاقاة أشرف البرية وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تناقله في البطون والظهور، فأظهر الله في الوجود عبادة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا الكريم. اللهم صل وسلم على الصلاة والتسليم على سيدنا الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج
فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين للمسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على المسلمين نظره تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي سكينة غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ما مر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين للمسلمين ربي حيينا شاكرين وتوفانا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال ربي استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
على المسلمين وختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان هين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإن قرب أوان هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب وأمدار وجود إلاله أعلى أهل الوجود تسيد وألسنة ملائكة بتسير العالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كسفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في العالم زور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه نعمة من حواس الأمة أن ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها مسعود ومشاركة لها في هذا ممدود فحذرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من حور العين من قسم الله له من شرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على ظهوره وجود هذا المولود فانفلق الصبح الكامل من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مسئنا لله بالذل والسجود سبحان الله محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج يا رسول الله ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج
أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد الله ولي أهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم نغرت الله واستضيء بجماله فكف الحسن تفرد يا نبي عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله ولنا البشرى بسعد اللهم صل وسلم عليه مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد صل المشفع في القيامة فلربي كل حمد جل صوره العين إذ هبنا بوجوده المصطفى الهادي محمد صل يا ربي على أحمد بخير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي الله
واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد الله ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد صلى الله عليك يا نبي يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا سامحنا فيما جنينا سامحنا فيما جنينا يا تواب تب علينا لينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا اغفر ولوالدينا صلاة الله تنشا أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد يا ربي Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ma'asyiral habaib wal asatis rahimakumullah, di hadapan kita ada 3 orang bayi putra dan putri yang sebentar lagi akan kita resmikan namanya, yang mana nama daripada ketiga bayi ini telah dimufakati usul keluarga besarnya, kedua orang tuanya usul keluarga besarnya dengan memberikan nama Al-Fatihah bi asma'il mubarakin Ahmad Syatir bin Ahmad Syarif Al-Kab wa Rayyan Faris Hamzah bin Muhammad Amir Hamzah wa Syarifah Aminah Sofiyah binti Ahmad Ali Mukhdar bin Syahabuddin. Anallahu ja'alhum auladan salih ta'atan lillah ta'atan li Rasulillah wa ittiba'an sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna Allah yu'tihim as-sihha wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah, wa anna Allah yarzuq lahum ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka, wa anna Allah yu'idhuhum min syarri zaman wa min syarri ahli zaman,
ومن الكافرين والمشركين والحاسدين والظالمين وعلى ما أسلف الصالح عند تسمية أبنائهم وإلى حضرة النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم ووفقنا وفقهم وطاعتك وارزقنا برهم. اللهم أعنا على تربية أولادنا بسبيل مرضاتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما بحق ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا هم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين هلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاق هيبة القوية التي ترتيد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجال والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. وما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذا على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كرس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وعم ببركته وشرب وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع المقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مامورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالهرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسامي والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم سبحان الله وبحمده يومي وسلام وأنا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الفاتحة وياسين والتحليل والتسبيح والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نهدي ثوابها ونقدمها على حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعليه وترته وازواجه وذريته وآل بيته أجمعين. ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة أجمعين جميع عباد الله الصالحين. ثم إلى رسول المهاجر الأحمد بن عيسى وابن عبيد الله المبين والأستاذ الأعظم سن البقيه المقدم محمد بن علي بعد يوسف المبهم والمقدم الثاني عبد الرحمن الشقاب. ثم إلى أرواح جميع آل أبي عليهم من كانوا من شرك الأرض إلى مغاربها. ثم إلى أرواح متقدمين لهذا البيت وهذه المنطقة وهذه الجزيرة البلاد من آل أبي علوي من العلماء والأولياء والصالحين ومحبهم، خصوصا إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي. ثم إلى الحبيب شيخ بن حسن الجبري. ثم إلى الحبيب دروس بن علوي سقاب وأولاده وبناته. ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي الحبشي. ثم إلى الحبيب عبد الله بن سالم الحبشي وابنائه وبناته. ثم إلى الحبيب علي مختار بن محمد السقاب وزوجته. ثم إلى الحبيب أحمد بن عقيل بارك وزوجته. ثم إلى الحبيب عبد الله بن شيخ الجبري وزوجته. ثم إلى روح الحبيب مشهور بن سالم بن شهاب وزوجته. ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن علي المساوى وزوجته. ثم إلى الحبيب محمد بن شيخان بن شيخ بن أبي بكر بن سالم وزوجته. ثم إلى الحبيب قاسم بن عبد الله بعبود وزوجته. ثم إلى الحبيب علوي بن محمد الحبشي. ثم إلى الحبيب علي بن العابدين بن محمد الحبشي. ثم إلى الحبيب فوزي بن محمد الحبشي. ثم إلى الحبيب محمد بن أحمد بارك با. ثم إلى الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن المساوى. ثم إلى الحبيب الشريف علي بن محمد بن شيخ أبي بكر بن سالم. ثم إلى الحبيب حسين بن محمد بن شهاب. ثم إلى الحبيب حسين بن علي بن شهاب. ثم إلى الحبيب حامد وسالم بن شفاء وأبناء الحبيب عبد الله الحبشي. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الحداد. ثم إلى روح سوبرمان بن كرتو برديرة. ثم إلى روح الهبابة فاطمة بنت علي الحبشي. ثم إلى روح الهبابة فاطمة بنت سالم الحبشي. ثم إلى الهبابة آمنة بنت حامد الحبشي. ثم إلى الهبابة زهراء بنت عبد الله الحبشي. ثم إلى الهبابة عائشة بنت محمد بن عبد الله الحبشي. ثم إلى روح الهبابة شيدة بنت علي بن مختار السقاف. ثم إلى روح المرحوم سوبرامي. ثم إلى المرحومة سوبرامي بنت سوبرمان. ثم إلى روح الحبيب قدر رضاه بعمر بن أحمد بن شهاب. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عثمان المدهي. ثم إلى الحبيب علي بن سالم المدهي. ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن المدهي. ثم إلى الحبيب حسين بن محسن بعبود. ثم إلى روح الحبيب محمد بن محسن السقاف وسلم وإبراهيم. ثم إلى روح من اجتمعنا ها هنا بسببه المرحوم برحمة القيوم سيد الحبيب العالم العابد الصالح الذكر الداعي إلى الله الحبيب محمد بن عبد الله الحبشي وأصوله وفروعه ومن انتسب إليه أجمعين. أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنهم الجنة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمة والدينا ووالدهم خاصة أمة المسلمين عامة. بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة برحمته ويعيد علينا يا رب من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين الآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil hamdurrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin 'ala siratim mustaqim. Tanzilal 'azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
فذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون سان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا هي وعلينا نموت وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة منه هو الله أحد والمعون اجتمعنا ها هنا بسببه المغفور الحي القيوم والداعي إلى الله الأستاذ حبيب عبد الله حبيب محمد بن عبد الله الحبشي أن الله يغفر له ويرحمه ويسكن برحمة والدينا والخاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة أثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع له بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك ويكفي مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تلثر عظاما عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل واوصل وتقبل ثم قرأناهم من القرآن العظيم وما هللناهم لا إله إلا الله وما سبحناهم سبحان الله بحمده وما استغفرنا وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا البيت وفي هذا المجلس مباركة واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ونودي ثوابها إلى حضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسل المحجر اللهم بن عيسى وابنه عبيد الله واسمه ثم إلى رسل الأعظم سنبيك المقدم الحبيب محمد بن علي بعلي واسمه إبراهيم والمقدم الثاني المبدع محمد سقاف ثم إلى أرواح جميع الأبي الذين مكانوا مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدمين هذه المنطقة الجزيرة البلاد من قلب عالم منهم الحبيب حامد بن علي بن الحداد ثم إلى الحبيب محمد بن عبد الحداد ثم إلى الحبيب علي بن شيخ ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب ثم إلى الحبيب أحمد بن سالم بن عبد الرحمن الشقاف ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور ثم إلى الحبيب عبد الله بن سالم الكاظ ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حمين الكاظ ثم إلى روح الحبيب علي بن أحمد بحشين ثم إلى الحبيب
ثم إلى الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب ثم إلى الحبيب عبد الله بن يندس بن شهاب ثم إلى الحبيب عقيل بن محمد بن يحيى ثم إلى رفع شريف علي بن شوبك بن سالم ثم إلى الحبيب شريف علي بن حسين بن شهاب ثم إلى الأستاذ الحبيب محمد بن حسين بن شهاب وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذة أحبابنا وذي الحقوق على أجمعين ثم إلى أرواح متقدمين ثم إلى أرواح المذكورين أسمعهم في هذا القرطاس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم وجناته برحمته والدين والدين خاصة أنبات المسلمين عامة ثم إلى روحي لمن اجتمعنا هاهنا بسبب المرحوم برحمة القيوم السيد الحبيب أستاذنا الداعي إلى الله الحبيب محمد بن عبد الله الحبشي وأصوله وفروعه ومن تشبع إليه أجمعين أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنهم جنة برحمته أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنة برحمته والدينا ووالدهم خاصة وأنبات المسلمين عامة أوصل لهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعله فكاكا له من النار له من النار سترا له من النار وحجابا له من النار براءة له من العذاب اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم وارحمهم بنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم سبحانك اللهم وبحمدك بها سلام وأن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin wa alihi. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral hadirin yang Al-Faqir hormati, terlebih khusus para syiban dan habaib serta para asatidah, minhum Al-Habib Ali bin Abdullah Al-bin Hamid wal Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habshi wal Habib Habib Saugi bin Syahab serta para habaib yang lainnya yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim Al-Faqir kepada antum-antum sekalian. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita lewati daripada rangkaian acara Haul Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habshi. Dari tadi malam pembacaan khatam Al-Quran yang dibacakan oleh anak cucu keluarga besar Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habshi. Kemudian juga dibacakan Maulid Simtud Durar. Kemudian juga dilanjutkan di pagi hari tadi pembacaan Burdah Madilil Imam Al-Busiri rahimallahu ta'ala. Kemudian
dilanjutkan setelah itu ziarah ke Darih Sahibul Hal. Kemudian pada waktu jam 9.30 dibacakan kitab salaf yang dipimpin oleh Al-Habib Al-Ustaz Husaini bin Hilmi Al-Kaf. Kemudian dibacakan juga setelah itu Maulid Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi oleh santri atau murid Madrasah Fathul Mubtadi yang di tempat ini. Kemudian juga setelah itu kita menyaksikan sendiri ada tasmiyah 3 orang anak, yang mana ini adalah salah satu hak daripada seorang anak yang didapatkan oleh seorang anak atas orang tuanya daripada 3 macam. Yang pertama, hendaknya kita menamakan anak tersebut dengan nama yang baik, yang mana telah kita lewati. Kemudian yang kedua, hendaknya kita mengajarkan anak tersebut kitab atau pembacaan Al-Quran kalau dia sudah berakal. Kemudian yang terakhir, tugas seorang ayah atau hak seorang anak yang dia dapatkan daripada orang tuanya, hendaknya ia menikahkannya ketika dia sudah tepat waktunya. Kemudian marilah kita menginjak ke acara yang selanjutnya. Namun sebelum itu kami ingin memberitahukan kepada antum bahwasanya pada tahun ini alhamdulillah ada 7 anak yang khitan. Ada 7 orang anak yang khitan, alhamdulillah berkat Sahibul Hal. Kemudian marilah kita menginjak acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan manaqib atau biografi Sahibul Hal Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh cucu Sahibul Hal, yaitu As-Sayyid Qasim bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Udhkurus salata 'alan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين أيها الحبائب والأساتذة والحاضرين, izinkan kami untuk membacakan daripada sekelumit manaqib Sahibul Hal Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi. Adapun nasab beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Ahmad bin Ali bin Hadi bin Idrus bin Hadi bin Ahmad sahib Sy'ib bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan Al-Turabi bin Ali bin Muhammad Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khala Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq
bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin ibn Imam As-Sibid bin Imam Husain As-Sibid bin Imam Ali karamallahu wajha dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran dan pendidikan beliau Al-Habib Muhammad atau yang biasa kita panggil dengan sebutan Ustadz Maci Habsyi, dilahirkan pada tahun 1926 Masehi di perkampungan 26 Ilir Palembang dari kedua orang tua yang saleh dan salehah. Adapun ayah beliau yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Habsyi wafat pada saat Habib Muhammad masih muda. Dan ibunda beliau Al-Hubabah Fatimah binti Salim Al-Habsyi. Pada masa kecil beliau menuntut ilmu di Madrasah Wataniyah Palembang, dan pada tanggal 23 September 1940 Masehi beliau pun lulus dari sekolah tersebut. Adapun guru-guru beliau yang pernah memberikan tarbiyah kepada beliau yaitu Kiai Haji Masyhur Azhari, Kiai Haji Abdul Rashid, Kiai Haji Kiagus Muhammad Syajiri, dan beliau juga banyak menimba ilmu dan mendapatkan tarbiyah dari guru beliau Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin atau yang biasa kita panggil Muallim Nang. Adapun sahabat-sahabat beliau yang belajar bersama beliau dengan Habib Alwi Bahsin yaitu Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syihab, Al-Habib Abdullah bin Uthman Al-Madihid, Habib Ubud, Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid, 7 Ulu Kenduruan dan lain sebagainya. Akan tetapi beliau tidak segan-segan mengatakan bahwasannya mereka yang belajar bersama anak tajid dengan Habib Alwi Bahsin itu adalah guru-guru saya. Beliau pernah suatu saat Al-Habib Alwi Bahsin berkata kepada beliau, "Wahai Maci, engkau sudah bisa mengajar." Akan tetapi beliau merasa masih belum mampu, seraya mengatakan, "Ana masih belum bisa mengajar." Akan tetapi gurunya tetap memerintahkannya untuk mengajar, seraya mengatakan, "Engkau bisa untuk mengajar." Dan daripada kecintaan beliau kepada sang gurunya, jikalau disebutkan nama gurunya Al-Habib Alwi Bahsin, maka berlinanglah air mata beliau dikarenakan teringat dengan gurunya tersebut. Pernikahan beliau pada tahun 1944 Masehi, beliau dan keluarga pindah ke kampung 14 Ulu, dan 3 tahun setelah itu, tepatnya tahun 1947 Masehi, beliau menikah dengan Hubabah Zahra binti Abdullah Al-Habsyi. Dan dari pernikahan ini beliau dikaruniai 9 orang anak, 5 laki-laki dan 4 perempuan. Dan mereka adalah Sayyid Abdullah, Sayyid Alwi yang wafat pada 4 Rabiul Awal 1431 Hijriah, Syarifah Aisyah yang wafat 18 Safar 1446 Hijriah, Sayyid Umar, Sayyidil Walid Ali yang wafat 20 Zulhijjah 1442 Hijriah, Sayyid Fauzi yang wafat pada saat masih muda, Syarifah Radiyah, Syarifah Khadijah, Syarifah Maryam. Setelah Hubabah Zahra wafat, beliau menikah lagi dengan Hubabah Mahani binti Muhammad Al-Kaf. Dan dari pernikahan ini beliau tidak dikaruniai keturunan. Keseharian dan semangat dakwah beliau Al-Habib Muhammad merupakan seorang penjahit, dan dari sinilah beliau menafkahi keluarganya. Adapun di dalam kesehariannya, beliau juga aktif di dalam mengajar dari musola ke musola, dari tempat ke tempat lain, dan terkadang beliau lakukan tersebut dengan berjalan kaki. Akan tetapi beliau tetap semangat di dalam menyebarkan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga seringkali diperintahkan oleh gurunya Al-Habib Alwi Bahsin untuk menggantikannya mengajar jikalau beliau memiliki udzur. Di antaranya kegiatan kuliah subuh di masjid dan musola yang berada di daerah 12, 13 dan 14 Ulu yang dimulai pada jam 6 pagi sampai jam 6.30 pagi, yang mana majlis tersebut masih tetap berjalan sampai sekarang, diteruskan oleh para murid-murid beliau. Pada bulan Agustus 1947 Masehi, beliau diajak oleh guru beliau Al-Habib Alwi Bahsin pergi ke Pulau Bangka dan bersama beberapa sahabat beliau yaitu Al-Habib Abdullah bin Uthman Al-Madihid dan Al-Had Syamsuddin. Sesampainya mereka di Kecamatan Muntok Bangka,
rombongan menginap di rumah Sayyid Abdullah bin Saleh Al-Kaf, dan mereka pun dipinta untuk berceramah di Masjid Jami' Mentok. Akhlak dan budi pekerti beliau. Beliau Ustadz Maci Habsyi terkenal dengan sifat dan akhlaknya yang mulia. Di antaranya beliau terkenal dengan sifat tawadhu'nya yang luar biasa. Sampai-sampai dikatakan bahwasannya beliau Ustadz Maci Habsyi merupakan orang yang paling banyak memandang ke bawah apabila berjalan. Pernah diceritakan bahwa ada serombongan pemuda yang datang ke rumah beliau untuk belajar ilmu fikih, yang mana pada saat itu beliau membuka kitab Safinatun Najah. Maka beliau pun mengatakan kepada pemuda tersebut, "Ana bukanlah orang yang pandai di dalam bidang ilmu ini, akan tetapi akan saya sampaikan apa yang bisa saya sampaikan." Dan terbukti setelah selesai belajar, para pemuda tersebut merasa puas dengan apa yang beliau sampaikan daripada materi-materi pembahasan ilmu fikih tersebut. Serta setiap dari pemuda tersebut merasa bahwa mereka merupakan orang yang paling dekat dengan beliau. Ini menunjukkan betapa besar perhatian beliau kepada murid-muridnya. Dan termasuk sifat beliau adalah sifat waroknya. Sampai-sampai jikalau beliau sedang menjahit pakaian, ada potongan-potongan kecil dari dasar pakaian yang beliau jahit tersebut jatuh ke bawah rumah, maka beliau memerintahkan kepada anaknya atau cucunya untuk mengambil potongan-potongan tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila kita berkunjung ke rumahnya, beliau tidak akan memulai pembicaraan sebelum kita memulai terlebih dahulu pembicaraan tersebut. Inilah bukti betapa waraknya beliau. Sampai-sampai di dalam ucapan pun beliau takut salah dalam berucap. Pernah suatu hari beliau mengantarkan pakaian yang beliau bikin sendiri ke pemilik toko untuk dijual. Maka yang biasa beliau menitipkan pakaian untuk dijual, akan tetapi pada waktu itu si pemilik toko menolak pakaian yang beliau bawa tersebut, dikarenakan pakaian-pakaian yang beliau bawa sebelumnya masih belum laku. Dan beliau pun menangis akan hal tersebut, dikarenakan beliau takut amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana si pemilik toko tidak menerima pakaian yang beliau bawa, yang mana pakaian tersebut sudah beliau jahit semaksimal mungkin dan semaksimal mungkin dan tidak seperti amal beliau yang serba kekurangan. Dan pernah juga pada suatu hari ketika beliau pulang mengajar, istri beliau mengadu kepadanya seraya mengatakan, beras yang kita punya ini tinggal sedikit dan tidak cukup untuk makan sekeluarga. Dan beliau pun tetap memerintahkan kepada istrinya untuk masak beras yang masih ada. Dan setelah dimasak oleh istrinya, beras yang tinggal sedikit tersebut dapat mencukupi, bahkan membuat kenyang beliau dan keluarganya. Kewafatan beliau, setiap ada pemula pasti ada akhirnya, dan telah merasanya menghadap Sang Khalik untuk mempertanggungjawabkan amaliyahnya, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Pada hari Sabtu tanggal 1 Jumadil Tsani 1421 Hijriah bertepatan pada tanggal 11 September 1999 Masehi, beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi berpulang ke rahmatullah. Kebanyakan orang tidak menyangka akan kewafatannya, dikarenakan sehari sebelum beliau wafat, tepatnya hari Kamis, beliau masih tetap mengajar di rumah Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Begitu banyaknya orang bertakziah kepada keluarga beliau dan mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhirnya, dan beliau pun dimakamkan di pemakaman Telaga Swida, tepatnya di Goba Al-Habsyi. Dan setiap hati orang yang beriman pastilah bersedih akan kewafatannya seorang yang alim, sebagaimana yang tercantum di dalam hadis, man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafik, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak bersedih dengan kewafatannya seorang yang alim, maka dia digolongkan dengan golongan orang yang munafik. Dan inilah sekelumit daripada manaqib sahibul qaul ad-da'i ila Allah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza ma'akulakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Syukran kathiran atas pembacaan manaqibnya. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan manaqib beliau bisa mencontoh dan menteladani akhlak dan budi pekerti beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita bersama beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka menginjak acara yang inti yaitu mau'izatul hasanah yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh cucu beliau yaitu Sayyid Farhan bin Umar Al-Habsyi. Namun sebelum itu Al-Faqir selaku MC dan panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada antum-antum sekalian dan kepada donatur, baik donatur secara material ataupun tenaga. Kepada panitia juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada antum-antum sekalian, dan kami juga memohon maaf beribu-ribu maaf apabila terdapat kesalahan di sana sini, kekeliruan di sana sini yang pada tempat ataupun penyajian yang akan disajikan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada antum-antum sekalian. Dan kepada beliau Sayyid Farhan bin Umar Al-Habsyi, pada kesempatan ini kami persilakan uzkurus salat ala Nabi Muhammad. من بعد موتك كيف تصبح كان فاحذر لنفسك بعدها عنوانا أفعال من قد مات تحيي ذكره فاجعل لنفسك في القلوب مكانا المرء يعرف بالأنام بفعله وحصال المرء الكريم كأصله اصبر على خلو الزمان ومره فاعلم بأن الله بالغ أمره لا تستجيب فتستغاب وربما من قال شيئا قيل فيه بمثله ولا تنطق بها ما حد الكلام وحزله إذا الصديق أساء عليك بفعله إذا الصديق أساء عليك بجهله فاصبح لأصل الود ليس لأجله كم عالم متفضل قد صبه من لا يساوي حرزة في نعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. المكرم محترم كافة الأساتذة كافة الأحباء كافة مشايخنا كافة الآباء كافة الحاضرين ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tidak saya sebutkan satu persatu nama yang hadir, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semuanya. Alhamdulillah, kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dalam menghadiri hauliyah Al-Habib Muhammad ibn Abdullah Al-Habsyi yang telah kita dengarkan bersama manaqib sahibul haul yang patut kita contoh, sahibul haul yang ada goncangan pada diri kita, menusuk hati kita ketika mendengarkan manaqib sahibul haul. Aina man ittaba'ah, siapa yang ingin mengikuti dari tata cara hidup beliau. Man la salak tariqal qaum ahlil haqiqah ya istaih jahul, orang yang tidak mengikuti orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, cara mereka bagaimana sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya istaih jahul, maka kehidupannya sia-sia, tidak ada tujuan kehidupannya. Maka orang ini yang sahibul haul, dari satu sahibul haul, cara-cara beliau bagaimana beliau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u yu'rafu fil anami fi'lihi, seorang tersebut diketahui tergantung dengan perbuatannya. Ketika perbuatannya baik, maka di sisi orang baik.
Maka ketika buatan jelek, maka seorang juga jelek. Kata syair mengatakan, ya bena Adam, waladatka ummuka bakia. Wahai ibnu Adam, wahai anak Adam, manusia semuanya, waladatka ummuka bakia. Ketika kau dilahirkan ibu engkau dalam keadaan menangis, wan nasu haulika yadhakuna surura. Dan orang-orang yang di samping engkau, di samping-samping engkau, mereka tertawa, mereka tersenyum karena bangga dengan kelahiran engkau. Faj'al li nafsika an yakuna dabaku fi yaumi mautika yadhakuna surura. Maka jadikanlah ketika engkau mati nanti, balikkan hal tersebut. Kau yang ketawa, kau yang senyum karena menerima amal yang baik, dan mereka orang akan bersedih karena ditinggalkan oleh engkau. Inilah yang diajarkan oleh orang-orang soleh. Jangan sampai dulunya sudah orang-orang bangga dengan kelahirannya, ketika dia meninggal bangga lagi orang. Kenapa? Karena buatan jeleknya. Kadang orang nanya, ini kapan meninggal anak nih? Kapan meninggal? Ditanya kapan meninggalnya, bukan ditanya kapan memberikan manfaat. Itu yang berada pada diri kita terkadang tanpa kita sadari. Dan Sahibul Haul yang kita bacakan inilah yang patut kita contoh dari sifat-sifat beliau, patut kita contoh. Jangan sampai kita di Sahibul Haul, di Manaqib Haul, hindarilah, kata Abu Bakar Masyhur ketika beliau mengatakan, Abu Bakar bin Ali Masyhur mengatakan, la tadhkur 'alan nasil karamat fa innan nasu ya'takiduna annal unas sawa. Jangan kalian membahas tentang karamah zaman sekarang ini, karena orang-orang ini meyakini bahwa dia sama wali sama. Dia bisa makan, wali makan. Dia bisa minum, wali minum. Sama, tidak ada kelebihan. Dan terkadang ketika kita menceritakan tentang karamat aulia, tujuan kita baik untuk orang supaya cinta kepada aulia tersebut. Tetapi zaman sekarang ketika kita menceritakan karamah, ini adalah bumerang bagi orang-orang yang tidak suka dengan aulia Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak meyakini, tidak menyadari bahwa dengan status kita, dengan perkataan kita mengatakan karamat, ini secara tidak langsung kita mengejek orang-orang wali aulia min aulia Allah zaman sekarang. Karena apa? Ketika kita tunzir, kita pasang status, kita pasang daripada sosial media kita, tanpa kita sadari, netizen mengejek daripada aulia Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapa? Sebab kita yang muntasir. Maka kita contoh daripada haul, kita contoh daripada habaib kita yang menceritakan tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan karamat tersebut. Bagaimana mereka tawaduk mereka. Bagaimana kita dengar Nabi Muhammad tidak pernah berjalan kebanyakan menundukkan matanya. Tawaduk beliau, bagaimana warak beliau, bagaimana kehidupan beliau yang mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kita dengarkan daripada ayah kita, daripada orang-orang yang dekat Nabi Muhammad, tidak kita dengarkan karamah beliau. Tapi itulah karamah beliau. Al-istiqamah khairul karamah. Istiqamah mereka dalam menghadapi, dalam menjalani daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal-hal yang sangat patut dicontoh. Karena aulia Allah Subhanahu wa taala yastahi minal karamat kama yastahi nisa minal haid. Karena aulia Allah Subhanahu wa taala itu mereka takut, mereka bukan bangga dengan karamat. Mereka bukan bangga dengan hasatu karamat. Mereka merasakan malu sebagaimana seorang perempuan ketika lagi haid, malu dia mengatakan dia haid. Dan aulia Allah begitu juga, ketika dia mendapatkan karamat dari Allah Subhanahu wa taala, malu untuk izhar al-nas. Mereka itu izhar al-nas terkadang tanpa mereka sadari hal tersebut. Dan kita melihat tersebut, melihat daripada bagaimana tata cara beliau mendapatkan karamat tersebut sehingga beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala mulia. Dan sekarang ini sekarang ini sudah zaman now. Zaman sekarang ini sosial media, kita lihat bagaimana pepecahan ulama, pepecahan umat Islam, bagaimana mereka membalikkan fakta dengan demi fakta. Mereka mengatakan
Yang ini perkataan sekarang yang muntasir apa mengatakan cintailah ulama-ulama Nusantara, jangan kau cintai ulama imigran. Perkataan ini wahai ahibba, perkataan ini pernah dikatakan di tahun 1440 tahun yang dulu. Ini pernah dikatakan hal tersebut. Siapa yang mengatakan? Roisul munafikin. Roisnya orang-orang munafik, ketuanya orang-orang munafik. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa dia mengatakan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Apa dia mengatakan orang-orang menyambut Nabi Muhammad? Dia tidak senang orang-orang menyambut Nabi Muhammad. Dia mengatakan as-saraf ala ahlul Madinah. Kemuliaan itu bagi orang Madinah. Ahlul Mekah mereka cuma jarana yalqa inaina wala sarafu alaihim, dan tidak ada kebaikan dari mereka, tidak ada kemuliaan bagi kita orang Madinah. Sama perkataan tersebut. Sekarang mengatakan bahwa orang lagi Nusantara, ulama Nusantara ini perpecahan antara umat. Tidak ada ulama Nusantara, ulama imigran, ulama siapa aja. Itu ulama selagi dia berbetikan orang-orang yang berilmu, kita hormat kepada dia. Karena Nabi Muhammad SAW takut dengan hal tersebut. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Anna la ahsya alaikum ad-dajjal walakin ahsya alaikum al-ulama as-su. Aku tidak takut kepada umat aku tentang Dajjal. Tahu sendiri Dajjal, siapa yang bisa mengalahkan Dajjal? Tapi Nabi Muhammad tidak pernah takut dengan umatnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu bahwa umatnya kuat dengan Dajjal. Aku takut al-ulama as-su, ulama yang memecah belah ummah, ulama yang memecah belah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku takut kepada antek-antek Dajjal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam fikih tahawulat kita disebutkan adalah al-dajajilah. Dajajilah ini antek-antek Dajjal. Mereka ini yang harus kita beri pandu. Mereka yang harus kita, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya isal syaitan an ya'budahul musallin. Syaitan itu sudah kecewa untuk menjadikan orang-orang Islam, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah syaitan. Tidak ada lagi yang mau menyembah syaitan. Tahu sekarang ini apalagi sosial media udah menyebar, syaitan takut dengan sosial media. Takut. Syaitan itu terkadang-kadang apa? Yastahyi minna. Syaitan itu terkadang malu dengan kita. Perbuatan dia lebih apa? Lebih jahat dari aku. Aku dijahat kata syaitan. Ini lebih jahat daripada aku. Biarlah ya. Aku jadi murid dia, bukan dia jadi murid syaitan. Aku jadi murid dia. Ini apa? Karena perpecahan berumat. An ya'budahul muslim walakin fi tahrisi bainahum. Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku tak takut Jazirah Arab masuk Dajjal. Aku takut pecah belah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut terjadi. Perpecahan umat ini terjadi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As bin Wa'il mengatakan Nabi Muhammad SAW, al-abtar, keturunan engkau ya Muhammad tidak ada sekarang, sudah putus karena engkau tidak mempunyai daripada anak laki-laki. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab hal tersebut, inna a'tainakal kautsar. Aku ya Muhammad berikan kau al-kautsar. Al-kautsar ini dalam wadan fau'al. Apa artinya? Khairun ami al-qathwatul katsira min khairin amik min dzurriyyatil mubarakah. Kalau seandainya hal tersebut tafsirnya al-kautsar, yaitu Nabi Muhammad SAW diberikan zuriyah yang sangat banyak, tak terhitung lagi zuriyah Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya daripada golongan al-muhajir, keturunan Imam Abdullah ibn Imam Ahmad al-Muhajir diputus, maka keturunan Nabi berkurang banyak. Keturunan Nabi Muhammad SAW sedikit, diputus karena kebanyakan keturunan Nabi Muhammad SAW daripada Imam Ubaidillah bin Muhajir ilallah. Maka tidak sesuai konteks Quran mengatakan kautsar banyak kalau diputus daripada Imam Abdullah bin Imam Ahmad Muhajir, karena yang keturunan sini kita lihat di sini yang berkumpul di sini kebanyakan mereka daripada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kalau seandainya diputus hal tersebut, maka terputus semua daripada golongan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang di sini berkumpul daripada zuriat Nabi Muhammad SAW kalau seandainya diputus hal tersebut.
Ini jawaban daripada Al-Quran yang menyebutkan hal tersebut. Inna atainakal kautsar. Al-kautsar wadan pau'an, banyak artinya. Mana banyaknya kalau diputus hal tersebut. Maka hal tersebut inilah yang kita harus wanti-wanti, dan kita jangan sampai terpengaruh dengan hal tersebut. Jangan sampai berdebat di media sosial. Ini ngatain kita, sudah hal tersebut terjadi pada Nabi Muhammad. Apa yang kita ingin lakukan? Hal tersebut dapat jadi pada sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita ingin lakukan? Kita ingin membela hal tersebut. Sudah dibela ulama dahulu. Dia mengatakan tidak menerima kaul siapa saja, tidak menerima daripada perkataan siapa saja yang membenarkan nasab Ba'alawi. Aku tidak akan membenarkan hal tersebut. Maka apa yang kita akan lakukan? Lakukanlah ihris ala auladina. Perhatikan daripada anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang ini sudah terpengaruh dengan media sosial. Mereka menyebarkan foto-foto. Hati-hati hal tersebut, karena sekarang ada AI yang bisa ketika foto tersebut masuk ke media sosial, AI bisa menjadikan foto tersebut, naudzubillah min dzalik, maaf, tidak berbusana sama sekali. Anak kita pasang, istri kita pasang di media sosial. Mau kita pasang istri kita di media sosial, nanti dibuka sama seorang AI, dibuka tanpa busana. Naudzubillahi min dzalik. Zaman sekarang zaman sudah canggih. Zaman sudah saatnya kita ini menjaga diri kita, menjaga auladina, menjaga abnaina, menjaga daripada azwajina, menjaga daripada orang-orang yang dekat dengan kita. Karena inilah yang kita harus jaga. Inilah yang kita harus jaga. Ini harus kita perhatikan dalam pada kehidupan kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Sudahlah, ada ulama-ulama. Perkataan kita siapa yang menganggap? Siapa yang menganggap perkataan kita? Walaupun kita dalil yang 1000, dalil yang banyak kita kumpulkan, kecuali ulama-ulama yang bisa dianggap. Kalau kita ini yang kecil-kecil, yang media sosial, yang kalau sholat salah-salah, ngapain kita mau berdebat-debat? Akhirnya apa? Karena debat kita, orang-orang tua kita dicaci maki. Wala tasubbul ladina la yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Jangan kalian caci orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencaci Allah dalam keadaan marah kepada ketika kita caci. Sebab mereka mencaci Allah siapa? Kita. Sebab mereka mencaci abna'ana, aba'ana, zuriat kita yang di atas, memuhajir dan aulad yang memuhajir siapa? Di antaranya kita. Kita mencaci mereka, mereka mengikut caci. Jangan saling caci. Tidak ada. Wala tasawwala wa tajadil bil fahsya'a wala tantik biha. Jangan sampai kita ini mencaci. Karena Nabi Muhammad wala la'an. Nabi Muhammad tak pernah sama sekali mencaci. Nabi Muhammad itu orangnya lembut. Nabi Muhammad itu orangnya beraplikasi. Dulu sahabat Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh Sayyidina Ali. Bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW? Ditanya oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ditanya oleh sahabat, bagaimana sifatkan kami? Kami pengen juga. Kami tak melihat Nabi Muhammad. Tabi'in tak melihat Nabi Muhammad. Sifatkan kami bagaimana Nabi Muhammad? Kata Sayyidina Ali, sifatkan aku dulu. Aku mau tanya kepada kau, sifatkan aku tentang dunia. Tentang dunia, bagaimana dunia ini? Sifatkan. Ada mobil, ada yang lain, semuanya. Sifatkan keindahan dunia, bagaimana gunung, pergunungan, bagaimana hal tersebut. Sifatkan. Kata dia, tak bisa. Karena banyak aku mau sifatkan. Aku mau nanya sifat Nabi aja. Sifatkan dulu. Aku tidak bisa menyifatkan dunia, karena dunia kalau sifatkan tidak berhenti sampai aku mati pun tetap ada sifat keindahan dunia. Kata Sayyidina Ali, pakai fa asifu man wasafallahu subhanahu wa ta'ala fil Quran wa innaka la ala khuluqin azim. Bagaimana aku bisa mencipati orang, zat orang yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad la ala khuluqin azim. Sungguh-sungguh memiliki perilaku yang sangat baik, akhlak yang sangat baik. Sedangkan Allah mencipati dunia apa? Qul mata'ud dunya qalil. Katakan ya Muhammad bahwa keindahannya sangatlah kecil.
Perbedaan kecil sama besar sangat jauh. Kalau aku menyifati Nabi Muhammad, kalau kau gak selesai sampai hari kiamat, maka aku tidak akan selesai sampai hari kiamat juga. Karena sifat Nabi Muhammad lebih banyak daripada sifat dunia. Kalau sebut Nabi Muhammad SAW, contoh Nabi Muhammad, ceritakan pada orang-orang tua kita, ceritakan pada anak-anak kita bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW. Kita jangan membahas hal-hal tersebut. Bahas bagaimana mereka bisa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad diceritakan daripada keindahan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini kebiasaan beliau kalau dikasih hadiah biasanya ngasih orang lain, sahabat-sahabat yang lain dikasih semua. Kalau dikasih hadiah, misalnya dikasih hadiah sekarang ini, semua orang yang hadiah tersebut dibagi-bagi ke orang yang datang. Itu Nabi Muhammad SAW, sifat Nabi Muhammad SAW. Tapi suatu hari ada Badui yang pelosok, orang-orang pelosok, sangat-sangat pelosok, Badui datang dengan apa? Dengan inap ini anggur. Nah, sekarang yang datang depan-depannya ada anggur. Ini Badui pernah bawa hal tersebut Nabi Muhammad SAW. Bawa satu mangkok besar seperti itu, banyak anggurnya di tempat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad ketika dapat anggur tersebut dimakan, setiap kali makan senyum pada orang Badui tersebut. Makan senyum tanpa dibagi-bagi sahabat-sahabat yang lain. Setiap makan senyum, tidak bagi-bagi orang lain. Maka sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau tidak ajak-ajak kami? Kebiasaan kau min hadatik, dalam kebiasaan kau mengajak-ajak kami makan biasanya. Kenapa saat ini lagi enak-enak, kami lagi lapar, kau tidak ngajak kami makan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Ini kelihat keindahan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan, falamma dzuktuhu fawajadtuhu murra. Ketika aku makan, aku rasakan daripada buah tersebut murra, sangat-sangat pahit, sangat-sangat kecut, bahasa Palembangnya, sangat-sangat kecut. Takut aku kalau seandainya saraktukum fayadhara ahadukum biwajhihi asar murrihi fayadhaba farhatah. Kata Muhammad SAW, Badui sebut ketika Nabi Muhammad itu makan senyum itu sampai yansak qalbi, kata Badui. Itu sampai hati aku ini akan pecah, saking senangnya aku. Muhammad, aku tidak mau bagi-bagi kalian hal tersebut karena aku rasakan sangat-sangat pahit, sangat-sangat asam ini. Aku takut ketika aku bagikan kepada kalian, maka kalian apa? Yadhar asar, terlihat daripada muka kalian tersebut apa? Daripada asam. Wong asam kan mejem-mejem mata. Yadhab farhatah. Maka aku takut Badui tersebut hilang kebahagiaan dia. Maka aku makan sendiri, tidak aku bagi-bagi kepada kalian. Sallu ala Rasulillah Muhammad SAW. Itu yang harus kita ceritakan para orang-orang kita, anak-anak kita didik mereka bagaimana mencontoh Sayyidah Fatimah Zahra. Bagaimana Nabi Sayyidah Fatimah Zahra la yamassuhu yadah, tidak pernah sama sekali tubuh dia disentuh orang-orang yang tidak muhrim dengan dia. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW mendidik daripada Sayyidah Fatimah Zahra. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, apa Fatimah Zahra mengatakan, khairul mar'ati alla taraha ar-rajul, alla yaraha ar-rajul wala tara ar-rajul. Orang yang paling bagus, perempuan yang paling bagus, dia yang bisa menjaga matanya, yang tidak pernah dilihat oleh laki-laki yang ghair mahram, dan tidak pernah dia memandang orang laki-laki yang ghair mahram. Ini orang-orang ini yang dicontohkan oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Ini yang harus kita pelajari, yang harus kita bahas di rumah kita. Bagaimana keindahan Nabi Muhammad SAW mendidik putrinya. Sudahlah, hal tersebut sudah ada yang menanganinya. Sudah ada orang-orang yang ahli dengan nasab tersebut. Sudah ada. Jangan sampai karena kita ikut-ikut, yang tak ada ilmu ikut-ikut, apa yang terjadi? Abah kita, kakek-kakek kita dicaci maki kalau kita membaca daripada WhatsApp, daripada komen-komen netizen. Na'udzubillah min zalik. Bahkan mereka yakad kufran, sampai ada komen tersebut yang bisa menjadikan orang tersebut jadi kafir. Karena siapa? Karena kita yang salah, kita yang memancing mereka untuk melakukan hal tersebut. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
semoga kita mendapatkan daripada keberkahan sahibul haul. Kita bisa mendidik daripada anak-anak kita, kita bisa mendidik daripada suami-suami, istri-istri kita, istri bisa mendidik suaminya dan orang-orang terdekatnya. Ini semoga hal tersebut menjadikan kita semakin menjadi orang-orang yang bermanfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walakum minkum. Syukran atas mau'izatul hasanahnya. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan mau'izah hasanah tadi mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian menginjak acara yang terakhir, yaitu pembacaan talqinuz zikir serta doa penutup yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan, yang dipimpin langsung oleh Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Fa'alaihi falyatabaddal mashkura wa ma'jura. Udhkurus salata 'ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarafa wa karama wa majda wa 'azzama wa radiyallahu ta'ala an ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومعروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظنا فيما أمرتنا واحفظنا عما نهيتنا واحفظ علينا ما أعطيتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.